ما اشوفش وشك هنا تاني. رجعت لبنتها بعد 20 سنة عشان تزورها في توقيت السحور من شهر رمضان. تعالوا معانا في أحداث الواقع التي لا تنتهي ونشوف البنت رد فعلها كان إيه. قبل ما نبدأ يا ريت كلنا نصلي على النبي. أيوة مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. داليا موجودة؟ أيوة مين حضرتك؟ تحت أمرك. أنا قريبتها يا ابني، عاوزاها. يا داليا طيب تعالي اتفضلي ادخلي. أشكرك يا داليا. طب أنا هبعت لحضرتك أهو. يا داليا. داليا. ايوه يا مصطفى، في ايه؟ في واحدة ست كبيرة قاعدة في الريسبشن بتقول إنها قريبتك عاوزاكي. يا حبيبي قريبتي. ايوه سيبنا بقى نقعد مع بعض شويه انا وهي لوحدنا. خلاص مفيش مشكلة، أبعت أجيب لكم حاجة ساعة؟ لا يا حبيبي ربنا يخليك، انا هعمل انا كل حاجه. طيب لو احتجت أي حاجة أنا في الأوضة. ماشي. مالها متلجلجة كده ليه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت عاوزه ايه؟ مش قلت لك مش عايزه اشوف وشك؟ يا بنت حرام عليك، اسمعيني مرة ولو مرة، افهميني، ده أنا ما طلعتش من الدنيا غير بيك أنت. وانا مش عاوزاكي في حياتي، انا حر. أنا أمك. امي ماتت. ايوه امي ماتت. الست اللي تتجوز وتسيب بنتها يبقى حلال فيها الموت. يعني زي كل مرة يا بنتي؟ زي كل مره اللي هو ايه؟ ترفضي تسمعيني. أنا قلت كبرتي وهتفهمي. لا فاهم ولا عاوز اسمع، انا مرتاحه كده. يلا امشي اطلعي بره. يلا امشي من هنا، امشي من هنا، ما اشوفش وشك هنا تاني. ايوه يا مصطفى. خير يا بنتي، في حاجة ولا إيه؟ أنا سامعك بتزعقي أنت وقريبتك اللي كانت قاعدة معاكي، أنتوا بتتخانقوا؟ كان عليا فلوس وانا اديتها لها، بس هي شكلها ناسيه اللي انا اديتها لها. طيب ماشي. انت خارج ولا ايه؟ عندي مصلحة شغل كده هخلصها وهاجي. عايزة حاجة؟ لا يا حبيبي خلي بالك من نفسك. ربنا يخليك. شكرا يا حبيبي. ماشي. السلام عليكم. خير في حاجة ولا ايه؟ ايه ده؟ هو مش حضرتك قريبة داليا؟ أيوة يا ابني. طب خير في حاجة ولا ايه؟ تعال، شكلك عاقل يا ابني وهتفهمني. خير في ايه؟ هقول لك حاجة وتوعدني إنك تقف جنبي، ولو لقيتني غلطانة مش هتشوف وشي تاني. من العين ده قبل العين دي. وبالله عليك ما تحكي بعدنيا في حاجة. طب خير بس قولي لي في ايه؟ أنا كنت متجوزة واتطلقت، وجوزي سابني وسافر بره ورماني وقال لي عيشي في بيت أهلي علشان أربي البنت والبنت تبقى في وسط أهلها، لكن لو حكمت واتجوزتي هتطلعي بره البيت. كملي. وبعدين؟ قلت ساعتها لا، هعيش أربي بنتي، وقعدت في البيت وبقيت اخد اللقمه اللي فاضله منهم. ولما بنتي شدت حيلها طلعت اشتغل، لان ابوها اتقطعت اخباره، وطبعا انا مطلقه ماليش اسال عليه. كملي يا ست. وبعدين؟ بقت سلفتي او اللي كانت سلفتي تتهمني في اخلاقي والشغل غيره وتتهمني في شرفي، وطبعا اتضايقت، قررت ان اخرج، بس عمامها رفضوا وقالوا طبعا هيحرموني من البنت. لحد ما بنتي شدت حيلها ودخلت الجامعه، وبنتي كانت مياله لعمامها معرفش ليه، وطلبات بنتي زادت والمصاريف، وانا ما كنتش اقدر. عمامها كانوا مره يدولها ومره لا. وبعدين كملي. صاحب الشغل اتقدم لي واتجوزته، ولما رحت اخد بنتي عمامها رفضوا
وفهموها ان انا سبتها عشان اتجوز، بس قلبها عليا. من وقتها بنتي لا راضيه تسمعني ولا تفهمني. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب هي داليا تعرف بنتك فين؟ ايوه. طيب تعالي معايا وانا هتكلم مع داليا. لا مش هينفع. مش هينفع ليه؟ لان داليا هي بنتي. انت مامة داليا؟ ازاي؟ دي مفهماني انك انا اسف. ميتة مش كده؟ قالت لك ان انا ميتة. انا اسف والله، انا بجد اسف. انت مالكش ذنب يا حبيبي، بس بنتي رافضة تسمعني. هي داليا بالقساوة دي؟ انا ما كنتش اعرف ان قلبها اسود كده. والنبي يا ابني ما تزعلها ولا تتغير معاها. ازاي يعني؟ اللي ملوش خير في امه هيكون ليه خير في مين؟ هتكون ليها خير فيا؟ تعالي معايا. قومي يا ست الكل. تعالي. انا اسف، حقك عليا، ايدي فلتت. معلش يا ست الكل، على مهلك. طيب اتفضلي يا كتر خيرك يا داليا. انت جيت؟ خير، في حاجة ولا ايه؟ انا قابلتها قاعدة بتعيط بره، ولما سألتها مالك حكيت لي حكايتها. حكت ايه؟ انت حكيتي ايه؟ انت ازاي بالقساوة دي؟ ازاي تكلم امك كده؟ يا شيخة منك لله، مصطفى انا مش قاسية، هي اللي رمتني وبعتني. والله يا بنتي ما رميتك. لو سمحتي يا حاجة ما ترديش. داليا اللي رماك هو ابوكي. لا اكيد له عذر. انت بتمثل عذر للي غايب بإرادة، واللي بتجري وراكي وبتحفى وراكي. لا طب ازاي؟ سابتني وراحت اتجوزت، عرفتي بقى ازاي؟ حرام عليكي، الست دي شقيت عليكي وبقيت تسمع كلام يسمك بدل من اللي يسوى واللي ما يسواش. ايه يعني اتجوزت؟ هي غلطت؟ ده عملت اللي يصونك ويصونها. ايه الحرام في كده ولا ايه الغلط في كده؟ كانت تعيش من غير جواز وكنا راضيين. حرام عليكي، ده حقها. بدل ما تبقي ضدها كنت المفروض تبقي في ظهرها. هي ما عملتش حاجه غلط. انا عايز اسالك سؤال، انت عمرك شفت عليها حاجه غلط؟ الصراحة لا طبعا، عمري. كانت بتشتغل عشان مين؟ عشان اهل ابوك وقفوا في ظهرك؟ بظروفها، بس مراتات عمامي ما سابونيش وانا بتجوز وجابولي الحلو كله. وده عشان ما تشوفوش امك ويكرهوكي فيها. عاوز تقول ايه؟ امك جت، امك ما عملتش الغلط، مش هتبقي انت والدنيا عليها. هي عمرها ما زعلتني الا لما اتجوزت وسابتني. انا كل ما اجي اخدك من بيت اهلك كنت بتطرديني. حرام عليك تبقي بالقساوه دي. افهم يا مصطفى، انا لو مش بحبها ما كنتش هبقى عاوزاها تبقى ليا لوحدي. بس دي انانيه منك. انت لما اتجوزتيني هتبقي ليا ولا ليها؟ ليكم انتوا الاتنين. بنتك بتحبك يا ست الكل، مش زي ما انت متخيله. صالح امك وراضيك، واحنا في ايام مفترجه ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. حاضر يا مصطفى. صالحين بتحبك والله. وحشني حضنك يا ماما، سامحيني. وانت كمان يا حبيبه قلبي ماما. ما وحشتكيش دي ولا ايه؟ اسفه يا ماما، انت هتقعدي تفطري معانا. دي هتقضي رمضان كله معانا، كل سنه وانتم طيبين. بجد يا مصطفى؟ طبعا، واحنا لنا بركه غير ست الكل. خشي بقى غيري هدومك كده وريحي شويه على ما تجهز لك الفطار الجميل. ماشي، هقوم بقى اجهز الفطار. ماشي، قومي يلا غيري هدومك وظبطي حالك كده وهنفطر احلى فطار النهارده. كده نكون وصلنا لنهاية أحداث الفكرة. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. اللي عجبه الفكرة يعمل شير، شجعونا على فعل الخير.
عايزين الفيديو ده يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. اللي ينفذ يكتب تم ويصلي على النبي.